هناك من يدعي أنه قومي عربي أو قومي سني، فهل هناك تضاد بين القومية والسنة؟ القومية سبق أن ذكرت أن القومية المقصود منها هو أن تكون الرابطة بين الناس التي يعقد عليها الولاء والبراء والتي تكون أساس للنصرة هي العروبة. ولهذا القومية لها جناحين: الجناح الأول الناصرية وقد انتهت بهلاك جمال عبد الناصر، والجناح الثاني هو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي سقطت له دولة في العراق وبقيت له دولة أخرى في سوريا. القومية قائمة على المبدأ العلماني، وهو أن أساس الولاء والبراء ومعقد المناصرة ومعقد العلاقة هي العروبة فقط. ولهذا يفضلون العربي الكافر على المسلم غير العربي، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو لهب متساويان لأن كلاهما عرب، ويرون أيضا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأمية بن خلف متساويان لأنهما عرب. فالأساس عندهم هو العروبة. ولهذا أبرز أو أول من دعا إلى القومية هم نصارى الشام، يعني أول من حرك موضوع القومية مثل ميشيل عفلق مثلا وغيره هم من النصارى. ميشيل عفلق هو الذي أسس حزب البعث العربي الاشتراكي، أسسه في سوريا ثم اختلف معهم ثم جاء إلى العراق وأسسه، وذلك بدعم أجنبي. هؤلاء العلمانيين في العالم الإسلامي ليست جذورهم من الأمة الإسلامية نفسها، وإنما أخذوا الدعم من دول استعمارية كبرى ساعدتهم في ذلك. خلاصة القول أنه لا تجتمع القومية مع السنة، ولهذا أحيانا قد تسمعون في الأخبار. ينبغي أن نفرق يا إخواني بين المصطلحات الشرعية التي يذكرها العلماء في مثلا دروسهم أو كتبهم وبين المصطلحات الإعلامية. كلمة السنة دحين في المصطلحات الإعلامية يقصد بها الانتماء إلى غير الشيعة حتى لو كان زنديق من الزنادقة. ولهذا أحيانا يكون شخص علماني يقول لك أنا سني، هو علماني. إيش قصده؟ قصده أنه أبوه وجده يتعاملون في أحوالهم الشخصية وفي مجتمعهم بمنهج السنة، أما هو نفسه فقد لا يمت للسنة بوجه من الوجوه، لا يلتزم بصلاة ولا بصيام ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، وإنما قبلته الغرب متجه إليها.